يا صباح الجمال، يا صباح السعادة، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى اخوات في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. النهارده بقى زي ما أنتم شايفين هنعمل، ده مش كنتاكي يا جماعة، ده قرنبيط، طبعًا أنتم مش متوقعين إن ده قرنبيط، من شكله تحس إن إحنا عاملين فعلًا كنتاكي. ده قرنبيط بجد كان خطير، مقرمش كده وشكله وطعمه زي السكر. وهنعمل صينية المسقعة الخطيرة دي من غير ما تشرب زيت مننا، وفي الفرن وطعمها خطير. طبعا أكلات الشتا كتير قوي وحلوة وبتخلي الواحد يعني بيجوع من كتر الأكلات الحلوة بتاعت الشتا، القرنبيط والمسقعة. الشتا أكله كتير وبيجوع بصراحة. يلا بقى نسمي الله ونبدأ ونشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. نزلت السوق بقى بضعت، جبت القرنبيطة الحلوة دي وجبت الخضرة وجبت حاجات المسقعة وكل حاجة. الخضار معانا غسلاه كويس والخضرة، وجبت جرجير، قرنبيط لازم معاه جرجير، والبطاطس بتاعتي قشرتها زي ما انتوا شايفين كده. الأسعار حلوة في الشتاء. القرنبيطة دي كنت جايباها ب15 جنيه. بصوا بقى عملت معانا صينية القرنبيط اللي انتوا شفتوها في الأول دي مش قرنبيط، ده كنتاكي يا جماعة، كنتاكي. زي ما انتوا شايفين انا كنت غسلاها كويس، قطعتها بقى زهرة زهرة كده وبرصها في الحلة بتاعتي عشان نبدأ نسلقها. عايزة اقول لكم ان انا بحب القرنبيط بالطريقة دي جدا، ما بحبش بقى القرنبيط اللي بنهرسه ونعمله صينية، لا بص انا بحب الطريقة العادية خالص اللي احنا بنحمره في الزيت. ما بحبش بقى ان انا اعمله صينية كده، ولا جربت اصلا. انا بحبه بالطريقة العادية بس. مين زي بقى بيحبه كده؟ يلا بقى حطوا لايك كده وشجعوني عشان اعمل لكم اكلات حلوه كتير، وشيروا الفيديو لكل اصحابكم يا حلوين. هنا بقى حطيت ميه في الحله بتاعتي وحطيت كمون وحطيت ملح، وهبدا اسلق القرنبيطه بتاعتي. مفيش 10 دقايق بس بالظبط على النار عشان ما تتهريش معانا. وهنا بقى كنت بقطع البتنجان الرومي الحلو ده معانا عشان نعمل احلى مسقعه في الفرن. بجد كان طعمها خطير. هنا بقطع البتنجان زي ما انتوا شايفين كده طرنشات. بعد كده نرش عليه بقى شويه ملح كده علشان ايه الميه بتاعته تنزل. عايزه اقول لكم ان انا ما بقشروش، انا بحب اعمله كده بقشره. في ناس طبعا بتحب تقشره بس انا بحبه كده. حطيت بقى شويه ملح كده زي ما انتم شايفين على البتنجان بتاعي، وسبته ركنته على جنب عشان ينزل الميه بتاعته. هنا بقى كان عندي بطاطس قطعتها طرنشات زي ما انتم شايفين عشان هحمرها في عجينه القرنبيط. عايزه اقول لكم ان البطاطس دي بتبقى خطيره. ماما طبعا كانت بتعملها لنا زمان واحنا صغيرين، كنت بحبها قوي. حطيت طبعا البطاطس وحطيت شويه ملح عليهم وهسلقهم نص سلقه، يعني مش سلقه جامد. والبطاطس اللي انا بقطعها صوابع دي عشان هحطها على المسقعه. انا بحب المسقعه بتاعتي فيها بطاطس، ما بحبش بتنجان بس. مسقعه لازم بطاطس. بحبها جدا مع المسقعه بصراحه. طبعا حطيت البطاطس بتاعتي على النار تتسلق نص سلقة بس عشان ما تتهريش معانا. وقطعت بقى البطاطس بتاعتي. هنحضر بقى مع بعض عجينة القرنبيط. هنا كنت بوريكم ان البتنجان نزل المية بتاعته زي ما انتم شايفين اهو. هنا بقى معايا 4 بيضات، ما بحطش اكتر من كده. 4 بيضات على القرنبيطة بتاعتي. هنا كنت بختبر البيض في بولة لوحدها عشان ايه لو في بيضة فاسدة او في حاجة ما تبوظش بقية البيض بتاعنا. حطيت بقى البيض بتاعي وهضربه كده زي ما انتم شايفين، وهنعمل احلى عجينه للقرنبيط بجد خطيره. عايزه اقول لكم ان انا من عشاق القرنبيط، انا بحب استنى الشتاء قوي عشان القرنبيط. هنا بقى حطيت الكركم وحطيت ملح وحطيت كمون، وهحط بقى ايه معلقه حلوه كده من البيكنج باودر، بتخليه هش وحلو قوي. هقلب بقى كل ده مع بعض. هنزل بمعلقه توم نسيتها، واحط بقى الميه بتاعتي. عايزه اقول لكم ان انا ما بحبش عجينه القرنبيط باللبن، انا بحبها بالميه. في ناس كتيره طبعا بتعملها باللبن. ونزلت بقى بكوبايتين دقيق، ولو احتاج دقيق تاني بنحطها لغايه لما تبقى العجينه بتاعتنا متماسكه شويه. هنا كنت احتاج دقيق، حطيت كوبايه تاني، يعني خدت 3 كوبايات بالظبط دقيق. طبعا اللي بيحب يعمله باللبن هيحط بدل الميه اللبن على العجينه بتاعته، بس انا مش عارفه ليه ما بحبش اللبن. حطيت بقى معلقه نشا كده عشان يطلع معانا كريسبي ومقرمش زي الكنتاكي بالظبط. اكننا هنعمل كنتاكي. هنا بقى قطعت الخضره بتاعتي، حاطه شبت وكزبره بس، ما بحطش بقدونس على عجينه القرنبيط. بصوا العجينه خطيره بجد. هنا القرنبيط بتاعي كان اتسلق، هصفيه اهو واطلعه. هطلعه بقى من الميه بتاعتي وهنعمل احلى شويه قرنبيط. بجد الاكل الشعبي ده انا بعشقه. يلا بقى اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي لايك كده ويكتب لي كومنت حلو، وقولوا لي بقى مين بيحب القرنبيط كده زيي. هنا بقى كنت هحمر البتنجان بتاعي الاول قبل ما احمر ال... القرنبيط يا جماعه معلش. نزلت بقى بمعلقه نشا كده زي ما انتوا شفتوه على
على البتنجان بتاعي بيديله قرمشه وبيخلوش يشرب زيت خالص، هيطلع مقرمش وجميل جدا ومش شارب ولا نقطه زيت. هحمره بقى وياخد اللون الذهبي وابدا اطلعه. عايزه اقول لكم بقى ان صينيه المسقعه دي برضو طعمها زي السكر، بجد جربوها كده هتعجبكم باذن الله. طبعا لو حابين ما تحمروش البتنجان وتدخلوه في الفرن، هتجيبي بقى صينيه وتدهني وشها، تحطي فيها البتنجان وترشي على وشها شويه زيت وتدخليهم الفرن، هيطلع معاكي محمر. وعشان الدهون طبعا، واللي بيحبش الزيت والدايت وكده يا جماعه بس النهارده انا ما عملتهاش كده، انا عملتها حمرتها في الزيت على طول. حمر بقى الطاسه التانية. بصوا بقى شكل البتنجان واخد اللون الذهبي، بصوا كنت بوريكم شكله خطير. عايزه اقول لكم ان انا باكله كده لما بيتحمر باخد 2 كده وارش عليهم شويه ملح وعصره ليمونه واحطهم في سندوتش كده بيبقى خطير. هنا هحمر بقيه البتنجان. وفي الحله بتاعتي دي كنت بحضرها عشان اعمل هعمل صلصه المسقعه، الصلصه بقى الخطيره. هنا نزلت ببصلايه مقطعاها طرنشات زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اشوحها في شوية الزيت دول. عايزة اقول لكم ان البصلاية دي بتدي تسكيرة وطعم حلو قوي للمسقعة بتاعتنا. بصوا بقى المسقعة البتنجان طلع واخد اللون الذهبي، بصوا زي ما انتم شايفين كده. هحمر بقى كام قرن شطة كده على رومي، من ده على ده، عشان اللي مش عايز حراق ياخد واللي عايز مشطشط ياخد. مسقعة لازم تكون مشطشطة، يعني دي حاجة أساسية، اللي يقول غير كده يبقى ما بيعرفش ياكل بصراحة. هنا بقى بشوح البصلايه بتاعتي، هنزل عليها بقى بشويه توم كده حلوين، نص راس توم طبعا دقها كويس في الهون. اشوحها بقى مع البصلايه بتاعتي عشان تكون جاهزه معانا احلى صلصه للمسقعه. عايزه اقول لكم ان هي خطيره خطيره خطيره. نزلت بقى بعصير الطماطم اللي انا مصفياه كويس جدا. وهنا بقى كانت الاضاءه طفت معلش. نزلت بقى بالملح بتاعي على الصلصه بتاعتي، ونزلت بمعلقه كمون زي ما انتم شايفين، وحطيت معلقه بابريكا عشان تدي لها لون احمر. ونزلت بقى بنص معلقه سكر كده علشان الحموضه. هنا بقى كنت حمرت البطاطس بتاعتي في طاسه تانية عشان انجز في الوقت، والبتنجان بتاعي والفلفل اهو، وجاهزه معايا الصلصه تتسبك وانزل بالمسقعه بتاعتي عليها. هنا بقى حطيت القرنبيط بتاعي في الخلطه الحلوه اللي احنا عملناها مع بعض، وابدا بقى اقلي. بصوا يا جماعه احنا بنحمر كنتاكي، ما بنحمرش قرنبيط. عايزه اقول لكم ان هو واخد الشكل والطعم والقرمشه بتاع الكنتاكي بالظبط، طالع مقرمش وخطير. طبعا البيكنج باودر مع النشا مع الخلطه اللي احنا عاملينها دي مدياله طعم وقرمشه خطيره. حمر بقى كده ياخد اللون الذهبي، وابدا اقلبه على الناحيه التانية ويبقى جاهز معانا احلى قرنبيط. بصوا شكله عامل ازاي، بجد خطير. انا بعشق حاجه اسمها قرنبيط. مين بيحب القرنبيط زيي؟ طبعا هحمر بقيه الكميه عشان ما اطولش عليكم. بعد كده نعمل البطاطس كمان بالخلطه ونحمرها. بصوا بقى خد اللون عامل ازاي. هطلعه بقى وانزل بالكميه التانية، والصلصه بتاعتنا قربت تتسبك عشان نعمل بيها احلى مسقعه. بجد الاكل الشعبي ده انا بعشقه. يلا بقى حطوا لي لايك كده حلو، حطوا لي لايك واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. هنا بقى البطاطس المسلوقه نص سلقه زي ما انتم شايفين كده، نزلت فيها بالعجينه بتاعتي وهبدا احمرها. عايزه اقول لكم ان البطاطس دي طعمها خطير، بتبقى شاربه من العجينه بتاعه القرنبيط دي وطعمها مختلف خالص. اعمليها للولاد وجربيها هتعجبهم باذن الله. بصوا طعمها وشكلها خطير، ولادك هيحبوها باذن الله. جربي كده اعمليها. امي الله يخليها لنا كانت بتعملها لنا زمان كده مع القرنبيط، كانت بتبقى طعمها حلو قوي، كنا بنقعد نخطفها من بعض. بصوا بقى شويه سلطه كده بقى جنب الاكل ده، وجرجير بقى وشويه مخلل ورغيفين كده، وانسي الدنيا وعيشي بقى مع القرنبيط والمسقعه، بجد خطير. بصوا الجمال. هنا بقى كنت خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين، عشان ما رضيتش اطول عليكم الفيديو. هبدا بقى اعمل المسقعه بتاعتنا. هنا الصلصه بتاعتي اتسبكت، جبت صينيه هنزل بيها بقى بالبتنجان بقى والبطاطس والفلفل بتاعنا. بصوا عايزه اقول لكم ان صينيه المسقعه دي بجد في حته تانية. تدخليها كده الفرن وبعد كده تديها وش من فوق من على الشوايه، بجد بتطلع حلوه قوي. بالذات بقى شويه الفلفل الحار دول بيدوها بقى ريحه وطعم وخطير.
انا بحب طبعا الحاجه الحراقه والمسقعه لازم تكون مشطشطه كده تبقى حلوه. هبدا بقى احطها الصلصه من على الوش كده وادخلها الفرن. هنا بقى هنبدا نغرف مع بعض القرنبيط. طلعت بقى المسقعه من الفرن، بصوا شكلها عامل ازاي ولا ريحتها. هبدا بقى اغرف كنتاكي بتاعي القرنبيط الحلو اللي احنا عاملينه. بصوا القرمشه والشكل بتاعه خطير بجد. حطيت بقى شويه بقدونس كده من تحت نزين بيهم، وابدا بقى ارص القرنبيط. بصوا مش شارب زيت ولا اي حاجه، طالع خطير بجد، عايز يتاكل كده حاف. شويه بقى السلطه الخضراء ملك اللي عملتهم لي، وحطيت بقى معاهم ليمون المخلل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، ويبقى احلى غدا النهارده. ايه رايكم بقى في غدانا النهارده؟ بجد مش حلو؟ احلى من الفراخ واللحمه والله. وشويه الجرجير بقى دول، بصوا الاكل النهارده بقى في حته تانية خالص. نص بقى شويه بقدونس كده من على الوش، ويبقى غدانا النهارده جاهز. ايه رأيكم بقى في الاكل النهارده؟ يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم النهارده، وتجربوا القرنبيط وصينيه المسقعه دي بالطريقه بتاعتي، وتكتبوا لي بقى في الكومنتات عملتوا القرنبيط وجربتوه طلع مقرمش كده، والبطاطس اللي بالخلطه دي جربتوها ولا لا؟ يلا قوموا اعملوا القرنبيط بقى، مالي السوق دلوقتي ورخيص وحلو، ونوفر شويه بقى من الفراخ وللحمه، ونعمل الاكلات الشعبيه الحلوه اللي تفتح النفس، الاكلات الحرشه كده اللي اللي تفتح النفس على الاكل. يلا حطوا لي لايك كده، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، انزل لكم بوصفات واكلات شعبيه موفره واقتصاديه علشان الغلا اللي احنا فيه ده. ربنا يعيننا يا رب ويعينكم جميعا يا رب، ويصلح لكم حالكم يا رب. والنهارده بقى كده خلاص، كده اليوم خلص والغدا بتاعنا خلص، واشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله، واستنوني الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو ده لكل اصحابكم، وتحطوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه